الاسئله المهمه قوي: ليه ابني بيعيط؟ عايزين نحفظ الجمله دي كويس قوي. مفيش طفل ما بيعيطش، مفيش مولود مش بيعيط. بس عشان نتاكد ونبقى فاهمين كويس احنا بنعمل ايه، عايزه حاجتين عايزين تبقوا بتعملوهم. اول حاجه الهدوء، وابقى مطمنه قوي ان مفيش طفل ما بيعيطش. تاني حاجه اني ابقى مطمنه قوي ان انا بعمل الرضاعه الطبيعيه بصوره كويسه. وعشان ابقى عامله الحاجتين دول انا محتاجه حاجتين تانيين. محتاجه اني اروح لدكتور اطفال متخصص واتابع معاه زي ما قلنا المره اللي فاتت كل شهر. ومحتاجه ان انا لو مش برضع كويس او الرضاعه الطبيعيه مش كويسه ان انا اتابع مع متخصصه في الرضاعه الطبيعيه بعد الولاده على طول. طيب هو ابني لما بيعيط العياط ده طبيعي زي ما قلنا ولا العياط ده مش طبيعي؟ لازم افرق بين الحاجتين دول، فبالتالي لازم اعرف ايه هو العياط الطبيعي. ابني لما بيعيط هو بيعيط عشان بينادي عليا، فانا لازم اروح استجيب له انا او باباه، الام او الاب، مش الام بس. الطفل لما بيعيط يبقى انا لازم استجيب، اروح له اشوفه هو عايز ايه. مجرد ان هو عايز يتشيل ده حل. ممكن يكون عايز يغير، ممكن يكون حران، ممكن يكون سقعان، ممكن يكون عطشان، وده معناه مش عطشان هيشرب ميه، معناه ان هو عايز يرضع من مامته او يتحط في حضنها. البوندنج او الترابط بين الطفل والام دي حاجه مهمه جدا جدا، وممكن تكون دي سبب بس للعياط. أنا دكتورة نهى جبريل، استشاري حديث الولادة ورئيس وحدة الأطفال مركز اسكندرية لطب الأطفال.